تخيل لو جلدك كان ضد الرصاص. على فكرة، ده ممكن يبقى حقيقي في يوم من الأيام. فريق بحث هولندي قدر يعمل جلد مضاد للرصاص باستخدام خيوط العنكبوت ودمجوها مع خلايا بشرية، ولقوا إن القطعة دي من الجلد ممكن توقف رصاصة، بس بشرط إنها ما تكونش طالعة بأقصى سرعة. خيط العنكبوت أقوى بحوالي 5 مرات من الفولاذ لو قارناهم بنفس الوزن، وأقوى 5 مرات من الحديد. ولو كل البشر كان عندهم النوع ده من الجلد، كان ممكن يمنع آلاف ويمكن ملايين من الوفيات حوالين العالم. لكن ده مش معناه إن الجلد المضاد للرصاص هيبقى مثالي. هتحس برضه بصدمة الرصاصة. الإصابة هتحسسك على الأقل بأقوى خبطة اتعرضت لها في حياتك، وفي أسوأ الحالات ممكن تكسر لك عظمك بسهولة. وكمان مين يضمن إن شركات السلاح مش هتطور أسلحة أقوى تقدر تخترق الجلد ده؟ يعني حتى لو ده هيساعدك، عمرك ما هتبقى لا تقهر.